ضحي بدورك. موقف غريب جدا حصل معايا النهارده كنت رايح اسحب فلوس من المكنه بتاعه البنك اللي انا بتعامل معاه. فبالطبيعي انا بحب ان انا انقي مكنه بتبقى فاضيه ومش زحمه ومش في شارع رئيسي. ببقى عارف المكن اللي موجود جنبي، فببقى عارف كده كذا واحده في حتت ما بتبقاش عليها زحمه قوي، مش في الفروع الرئيسيه. فرحت لمكنه قريبه مني من البيت عندي، فلقيت واحد راجل كبير كده، يعني في سني او اكبر مني سنه، فواقف ناحيه المكنه، اللي هو يعني واقف ايه بيبص لها بس ما بيسحبش ولا بيعمل اي حاجه خالص، اللي هو كده وبعدين يرجع لورا وبعدين يبص. فانا ما اعرفش انت مستني ايه. فالمهم جيت ناحيه المكنه، وقفت كده ان انا ايه مستنيك ان انت يعني اعمل العمليه اللي انت بتعملها وامشي عشان اسحب. فلقيته ايه راح راجع لورا كده وقال لي اتفضل اتفضل حضرتك. فبصيت له كده قلت له حضرتك مش هتسحب؟ يعني مش حضرتك واقف عشان تعمل حاجه على المكنه؟ قال لي لا والله انا واقف، اصل انا في مشكله كده في الكارت عندي فجيت اسحب ما عرفتش، فاتفضل حضرتك كده جرب يمكن تشتغل معاك. فقلت له طيب تمام ماشي. فداخل لسه هطلع الكارت، فلقيته واقف راسه على كتفي اللي هو كده عامل كده. فبصيت له خير يا حاج في حاجه؟ انا هجرب يعني، انا هطلع الكارت بقى وهبتدي اسحب بقى والمكنه وكده يعني. انا مش واقف في طابور عيش. قال لي اه طيب ماشي اتفضل، انا كلمت ده انت راسك على كتفي اللي هو يعني داخل كده عامل كده. طب حضرتك انت يعني عايز تتفضل المكنه اتفضل، مش عايز يعني ارجع لورا شويه، يعني اديني مساحتي عشان اعرف اشتغل، ادخل رقم سري، اعمل حاجه، اكتب مبلغ، ما تبقاش واقف شايف انا بعمل ايه. عامل كده انا ما كلمتكش يعني، حضرتك اتفضل شوف عايز تعمل ايه اعمله. فرجعت لورا شويه، فواقف برضو عامل كده وراسه على كتفي. طبعا كل ده لسه ما طلعتش الكارت ولا عملت حاجه على المكنه ولا اي حاجه. فقلت له بص يا حاج انت شكلك يعني مستعجل وعايز تعمل حاجه على المكنه، فاتفضل حضرتك انا هستناك واعمل اللي انت عايزه. قال لي لا انا مش هسحب، بس انا في مشكله في الكارت فمستني اما حضرتك تسحب. قلت له تمام، وانا مش هقدر اسحب الظاهر ان انا كمان عندي مشكله في الكارت مش لاقيه. ورحت راجع لورا. فرجعت لورا كان في واحده جايه على المكنه، فانا رجعت سبته بقى. انت واقف راسك حاططها على كتفي وداخل معايا في الجمعيه كاني بسحب من حساب باسمك انت مش باسمي، فانا ما بحبش اوجع دماغي. فرحت راجع لورا، فلقيت الست اللي دخلت عمل معاها نفس الموضوع، برضو لازق فيها قريب باصص راسه معاها. فطب اتفضل يا حاج، قال لها لا انا عندي مشكله في الكارت، نفس الكلام. فرحت واخد بعضي وماشي. طبعا انا ما بحبش ايه ان انا اوجع دماغي، المكن كتير والفروع كتير، ولو حسيت ان انا هسحب من مكنه وفي حد جنبي مش مريحني ما بسحبش، بروح اضيع الدور بتاعي، لكن ما ضيعش فلوسي وما ضيعش بياناتي. فلو رحت تقف في مكنه وحصل معاك موقف زي ده، لان للاسف انا بشوف ايام لما بتبقى الدنيا زحمه وناس كتير واقفين على المكنه مفيش حد بيسيب مسافه، بتحس ان انت واقف في طابور عيش، الناس كلها قريبه من بعضها وكله باصص. وممكن واحد يقترح عليك كمان اقتراح، يقول انت كتبت 5000، على فكره 5000 كتير، المكنه ما بتطلعش الا كذا، انت دخلت الرقم السري من شويه كان 4 اصفار، دلوقتي انت لما دخلته
عملت 3 اصفار 1، فخلي بالك انت دخلت الرقم السري غلط. بتحس ان هما داخلين معاك في جمعية، مش ان كل واحد واقف بيقبض. فنصيحة من التجربة بتاعتي، انا بحكي لك التجربة ليه؟ علشان لو لقيت زحمة ضحي بدورك، استنى شوية، شوف مكنة تانية. لو حسيت ان في شخص جنبك انت مش مرتاح له، او واحدة واقفة جنبك انت مش مرتاح لها، ايا كان، ما تضحيش ببياناتك ولا بالرقم السري ولا بالكارت بتاعك، ولا تضحي ان انت تدخل في مشكلة او جدال مع اي حد واقف على المكنة. لان احيانا ممكن يبقى حد واقف عايز يعمل معاك مشكلة، عايز حاجة، انت هتسحب فلوس، عارف ان انت هتعمل ايداع فلوس. فايا كان ما تدخلش في نقاش مع حد، ما توجعش دماغك في حاجة. المكن كتير، الفروع كتير. لو ان انت حسيت ان انت مش مرتاح، غير مكانك او ارجع وسيب اللي واقف ده ياخد هو دورك، مش مشكلة. لو اتأخرت 10 دقايق، ربع ساعة، حتى نص ساعة، بس ابقى بسحب وانا مرتاح ومطمن على حاجتي، دي ما فيهاش اي مشكلة. بحكي لك القصة دي للتوعية، ووصلها لكل واحد عايز ان انت تفيده. ما تخليش حد يقول لك هات الكارت بتاعك اساعدك، انا هدخل الكارت، انا راجل كبير، ست كبيره، فمش عارف ادخل الكارت، مش عارف اسحب. فممكن واحد طب هات يا حاج الكارت، انا هدخل لك انا الكارت واكتب لك واسحب لك بدل ما توجع دماغك. ما تحاولش تدي فرصه لحد لو انت مش عارف تسحب. لو انت حاسس ان في مشكله في الكارت بتاعك، ادخل للبنك الموظف اللي واقف على البوابه وقول له انا محتاج مساعده، حد يقف يسحب معايا، حد يقف يدخل لي الكارت، انا مش عارف ان انا اسحب. الموظف اللي في البنك او فرد الامن اللي موجود في البنك هيعمل لك كل حاجه انت عايزها، وهيقف معاك ويعلمك ويشرح لك ويسحب لك الفلوس ويديها لك بعد ما يتاكد من شخصيتك. وصدقني الموظف اللي واقف على البوابه والموظف اللي واقف بتاع الامن على البوابه في اي بنك بيبقى عنده خبره في الحاجات دي، وعنده تعليمات ان هو يساعد الناس كلها اللي واقفه. ما تتكسفش، ولو لقيت واحد واقف لازق فيك او واحده واقفه لازقه فيك، ما تتكسفش ان انت تقول له ارجع لورا. ولو لقيت ان هو مصر ان هو ما يرجعش، سيب له دورك، ما فيهاش حاجه. الناس لبعضيها وطريها، الناس لبعضيها، خليه هو يقف ويسحب وانت ارجع. لكن لا تدخل في مشكلة ولا توجع دماغك بحاجة. انا خدت بعضي ورجعت لورا وسبت المكنة خالص، ورحت المكنة تانية بعديها بشارعين، وقفت براحتي. والناس اللي كانت واقفة كلها كانت ناس محترمة ومحدش كان لازق فيا، وسحبت براحتي وعلى اخر مزاجي، وكنت مطمن تماما، وخدت فلوسي حطيتها في جيبي ومفيش اي حد ضايقني. فلو حد وقف ولقيت ان انت مش مرتاح، سيب له دورك. وما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وشير ولايك وكومنت، ووصل الفيديو لكل حبايبك.